ساعة العمل الثوري كفاح الأفكار سالم تحت الوطن العربي بطريق الأفكار. والأحرار هم الشعب عارفين المسار. مدخل مركز شباب وراء العرب صالة الألعاب الرياضية بتاريخ الجمعة 21/11/2014. وده المركز قبل التطوير، قبل التجديدات اللازمة ليه. زي ما انتم شايفين صالة لا تليق بالألعاب الرياضية، أو إن أنا أبقى راجل رياضي، إن أنا أطلع بطل، فمش هطلع من مكان بالشكل ده، لأن المفروض الرياضة تساوي الصحة. فطبعا ما كانش يجب إن الواحد ينتظر أكتر من كده. ما ينفعش إن يبقى مكان في مدينة محترمة زي الوراق يبقى فيها مركز شباب بالشكل ده. وكان لازم ان الواحد يتحرك، لان المكان ده له فضل على الواحد في كل شيء. يعني هو كان من بداياتي زمان في الثمانينات اللي خلاني الكابتن احمد بصراحة. فكان لازم ارجع واشوف ايه احتياجاته اللي مش هتقدر عليها الوزارة او الى اخره او الحكومة، ان انا اقدر اعمل، حتى لو قادرة ومش عارفة. فما ينفعش ان انا اسكت واسيب المكان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما ينفعش ان يبقى صالة تدريب ويبقى كده. حتى الكتابات دي انا كاتبها من التسعينات، حتى اسمي موجود اهو حتى الان. الحاجات دي من التسعينات، من نهايات التسعينات وانا كاتبها، يعني في اول الالفينات. ومشيت وجه اكتر من مدرب، ويبقى الحال كما هو عليه حتى الان. فما كانش ينفع ان انا اشوف المكان بالشكل ده، مركز شباب وراء العرب، واسكت. فكان لازم واجب عليا ان انا اقوم بعمل تطوير للمكان على قد امكانياتي. يعني هحاول ان انا اطوره بقدر الامكان، من بويات لسباكه لنقاشه ادوات تدريب الى اخره. لان المشكله ان هنا من المكان ده طلع ابطال عالم قديما، وكان بيعد الابطال جداد. فاغلب الابطال هربوا راحوا انديه كبيره، برغم ان المكان ده بيطلع كمنطقه شعبيه بتطلع احسن واجمد فرق. مش عايز اقول في جمهوريه مصر العربيه كلها، اغلب ابطال الكيك بوكس والكونغ فو والمواي تاي والمحترفين بره وجوه، بعضهم اغلبهم من الوراق او منطقه امبابه عموما. وفي الكاراتيه عندنا ابطال عالم، وفي التايكوندو عندنا ابطال عالم، ولكن للاسف محدش بيهتم ولا بيسال. فكان لازم واجب ان انا اجي واتصرف. مش هينفع نقعد اكتر من كده. وكان واجب عليا ان انا تجاه منطقتي ان انا اقوم بالتجديد والتطوير. وبصراحه قلت انا مش عايز حاجه الا بس المكان يرتقي باللاعبين، وهعود ان شاء الله ابقى موجود فيه. هحاول اطلع واكتشف مواهب تاني باذن الله. وكله خدمه برضو الابناء وشباب واهالي مركز شباب وراء العرب، ان انا احاول نخليها صاله من انظف وارقى الصالات. بالجهود الذاتيه هحاول انا اعملها ان شاء الله، وربنا يساعدني. يعني اتمنى ان كل رجل اعمال وكل حد في منطقته في مكان مهمل او مكان معلوش العين او الوزاره مش شايفاه، اعمل انت والاجر عند ربنا. ما تنتظرش ان الحكومه هي اللي تجيلك وتدور وتعمل. حتى لو ما عملتش فانت اعمل لله
جميلة لمصر. يعني مصر دلوقتي محتاجة كل إيد وكل حد يقف مع مصر في الوقت الراهن والأزمات اللي مصر بتعدي فيه في محاربة الإرهاب والإرهابيين، ونقول ربنا يقوي مصر وربنا يقوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله مصر هتكون بينا وبوجودنا. وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا، أن احنا نكتشف مواهب وندعمهم ونقف جنبهم، وكله لوجه الله تعالى. وحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين المكان، مش عارف أقول إيه، لا يصح أن يكون مكان للتدريب الرياضي، ويقام بالفعل في تدريبات، وفي بعض الأبطال خارجين من هنا بالفعل برغم قلة الإمكانيات البسيطة. أنا هتكفل الفترة الجاية بكل الإمكانيات وكل المصاريف، ولو حنوا علينا بتوع الوزارة احنا ما فيش مشكلة، خير. ما حنوش والله أنا بعمل لمنطقتي وبعمل لمصر للبلدي، ولازم أقف جنب مصر في الوقت اللي احنا فيه ده، ولازم أقف جنب رئيسنا وأهلنا ومنطقتنا. وده مكان لتغيير الملابس المفروض يعني، أو الحمامات، ده مكان حمامات أو تغيير ملابس، مفروض مكان آدمي. لا يصح في الألفية الثانية في 2014 إن يبقى في مركز شباب لإخراج أبطال عالم ورياضيين يبقى بالشكل الغريب اللي احنا شايفينه ده. بجد معرفش يعني، لما سبت المكان زمان كان أفضل من كده. دلوقتي مش عارف احنا في ايه، برغم الإعانات وبرغم بس مش هنقول إلا الله يكون في عونك يا مصر، ويكون في عون شبابك، ويكون في عون أهلك. معرفش الناس اللي كانوا بيدربوا هنا كانوا بيدربوا ازاي، وبرغم كده بنتحمل، لأن أنا اتحملت زمان. إن اتعمل صالة بالشكل ده كان يجب المحافظة عليها، وأنا حاليا بعد ما أعملها إن شاء الله هحافظ عليها وأخليها من أحسن وأنظف الصالات الموجودة في جمهورية مصر العربية، ولنقل منطقة الوراق وإمبابة، لأن المكان ده له حق علينا، ويجب إن احنا نقف جنب منطقة الوراق ومدينة الوراق وإمبابة، ونخدم أهالي المنطقة حتى لو بالجهود الذاتية. أنا متبرع بكامل طاقتي التدريبية وبكامل طاقتي المادية إن شاء الله إن أنا أوقف الصالة دي على رجلها، وهنشوف إن شاء الله فيديو تاني بعد التطوير. وبس دعوات الناس، والناس تقول ربنا يبارك للي عمل كده، أنا أو غيري. المهم إن إحنا بنحط أساسيات في العمل الشعبي، إن كل واحد عنده في منطقته أي حاجة يحاول يخدم الناس بيها، إن كان مستوصف إن كان. وإن شاء الله هعمل هنا مكان مجاني للأيتام والأطفال الشوارع للتدريب، ومش هتقاضى منهم أي مبالغ مالية إن شاء الله، وهطلع منهم أبطال يكونوا رافعين لعلم مصر في المحافل الدولية في الفترة الجاية بإذن الله. شكرا للجميع، وآسف إن أنا أطلت على حضراتكم، بس كان لازم أصور قبل التطوير المكان وأصور بعد تطويره عشان الناس تعرف قد إيه إن الرياضة مهمة جدا جدا جدا، وأهم من الرياضة هي الأخلاق. وزي ما أنا كاتب قديما كلام أنا كاتبه زمان، أخلاقك قبل تدريبك، والصبر في التدريب يوصلك إلى حصد البطولات. والرياضة غذاء للروح والجسد. التدريب الجيد يوفر الجهد والعرق في القتال. حاول أن تتعلم المزيد، لا تحاول أن تتعلم المزيد حتى لا تدخل القديم. ودي المدارس اللي أنا كنت أعملها زمان في بداية الألفينات، وحتى الآن لم يطور المكان، وزي ما هو محلك سر، بل بقى إلى الأسوأ. ما كانش ينفع بعد رجوعي من السفر إن أنا أشوف المنظر ده واسكت أو أبعد عن مجالي أو مكاني، لازم أبقى موجود. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله الجمعة الموافق 9
واحد و16 واحد الافتتاح الكبير للأكاديمية المصرية للمحترفين لإعداد البطل الأولمبي ورعاية الموهوبين بمركز شباب وراء العرب. والمكان ده تم تطويره على أرقى مستوى متميز من الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس وأكاديمية كورة. أكاديمية تحتوي على أكثر من 10 ألعاب فردية إن شاء الله هتنافس أبطال العالم وهتطلع من هنا مواهب كتيرة. الفترة الأولانية زي ما حضراتكم هتشوفوا الفيديو السابق كان المكان غير متطور بالمرة ولا يليق بالبني آدمين. أصبح الآن مكان متطور، مكان يرتقي بفكر الإنسان ويعرفوا ما هي الرياضة. يعني أنا حاولت أن أنا أعمل حاجة تليق بالمستوى المحترم للأهالي وسكان المناطق الشعبية. يعني برغم أنها منطقة شعبية إن المكان تم تطويره على أحدث مستوى من التطوير، بجانب بعض الأجهزة اللي موجودة، بجانب ده علم مصر في الوش اهو. الانتماء، تعلم الولد معنى الانتماء لمصر وانك تبذل اقصى جهد عشان تبقى بطل رياضي محترم في المحافل الدولية والعالمية. الالعاب الموجودة عندنا الكونغ فو، كاراتيه، تايكوندو، الملاكمة، كيك بوكس، المواي تاي، جوجيتسو، مصارعة، جيت كوندو، قتال، فنون مختلط، MMA، جمباز، باركور، لياقة بدنية وتخسيس. عملنا المنطقة وكرة قدم، عملنا المنطقة كل حاجة بتشير إلى إن الولد يصبح رياضي. والانتقاء العناصر القوية إن احنا نخلي العناصر دي هي السند الرئيسي لدعم مصر من الألعاب الأولمبية زي الملاكمة وزي التايكوندو. إن احنا نخلي إن شاء الله هنا نموذج حي لمراكز الشباب المتطورة اللي أتمنى أنها تنتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. أتمنى أن المكان يليق بكل الناس ويليق بفكر الرياضة في مراكز الشباب. لأن نتمنى أن مركز الشباب ده يكون مركز شباب نموذجي متطور لإخراج لاعيبة دوليين بدل قعدتهم على القهاوي. كلفت التكاليف دي كلها وصرفت مصاريف باهظة تعدت 70,000 جنيه لإخراج المكان ده بالمستوى المحترم اللي يليق باللاعب المصري المحترم، اللي أتمنى أن وزارة الشباب والرياضة تقف جنبنا وتدعمنا بقوة عشان نطلع بطل أولمبي محترف. أنا عملت كل ده بمجهودي الشخصي ولم أتلقى أي إعانات من أحد، وده لأننا عايزين نعمل مصر الجديدة المتطورة، مصر الحديثة، مصر اللي نفتخر بيها في كل مكان. إن احنا نهتم بمراكز الشباب، نهتم بالأماكن الشعبية، لأن البيئة دي هي اللي بتخرج أبطال عالميين. الناس دول بيخرجوا كل همهم إنهم عايزين يوصلوا لهدف معين وهم أقوياء بالفطرة. أتمنى أن الحكومة ووزارة الشباب والرياضة تدعمني في الفترة الجاية ويقفوا جنبي ويزيلوا العوائق اللي هي ممكن تقف قبالي من خلال تدريبات أو من خلال تسهيل بعض الأمور الروتينية اللي دايما بتبقى عقبة في مراكز الشباب، اللي كان همها الفترة الأولانية مجرد وظيفة أو موظفين وخلاص وكل النشاطات على ورق. أنا هنا حولت الحلم الحقيقة وبدأت في 2011 وانتهيت منه في 30/12، يعني شهر ونص قمت بتطوير هذا المكان كاملا مكتملا من دهانات وسباكة وأرضيات وإضاءة وأدوات رياضية، أدوات تدريب مستوردة كلها من الخارج زي ما حضراتكم شايفين. فأتمنى أن المستوى يبقى يليق فيما بعد
بأبناء المناطق الشعبية اللي لازم يكون ليهم ولينا نظرة في وجودهم، إنهم يبقوا موجودين بالفعل لدعم الرياضة المصرية. صدقوني مصر مش هتقف إلا بينا. لو كل واحد اختار له أي منطقة شعبية عنده وقام بتطوير مركز الشباب بتاعه زي ما عملت كده، صدقوني مصر هتكون قوية بينا احنا. وبلاش حتة الأنا، وبلاش حتة إن أنا هعمل إيه للحكومة. اعمل وربنا هيديك، صدقني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واللي بيعمل للناس ربنا بيديله كتير جدا جدا جدا، والحمد لله. هم الأكبر هم الفقراء والمساكين. كان ممكن أعمل المكان ده في أي منطقة راقية عشان أكسب فلوس كتير. أنا مش عايز مكسب غير إن أنا أكسب البني آدم، الإنسان المصري اللي لو خد الفرصة هيبقى أقوى بني آدم في العالم في جميع الألعاب. بس ادوله فرصته واديله حقوقه. صدقوني في فلوس كتير جدا، ملايين بتصرف وبتقع على الأرض. أنا عايز تروح لمكانها الطبيعي، تروح للشباب، تروح للمنتجين، تروح للدعم الحقيقي للأبطال. وأتمنى إن شاء الله فيما بعد إن ربنا يطلع من عندي أبطال هدعمهم برضو وأقف جنبهم. وأنا الأكاديمية دي مش هسيبها غير لما تطلع أبطال عالم يرفعوا علم مصر في جميع المحافل الدولية. شكرا لكل لاعب عندي وقف جنبي لفترة الإعداد. شكرا لكل مدرب من المدربين المحترمين اللي وقفوا جنبي في فترة التأسيس. شكرا لكل مدربين مصر اللي دعموني وقالوا فكرتك جميلة بس تنفذ. وأنا بقول لهم تم التنفيذ، والحمد لله دلوقتي الحلم بقى حقيقة، وبقت موجود صالة من أرقى صالات جمهورية مصر العربية في فنون القتال وفنون الدفاع عن النفس. أتمنى إن احنا نهتم أكتر بالشباب الفترة الجاية، ويا ريت كل واحد قادر في منطقته إنه يعمل حاجة يا ريت يعملها. وبلاش نقول احنا هندي إيه. صدقني مصر اديتك كتير. مصر تستحق إن احنا نديها أكتر وأكتر وأكتر. مصر تستحق إن احنا نقف معاها الفترة دي، فترة مواجهة الإرهاب. مصر محتاجة كل إيد محترمة إذا كانت في الخارج أو في الداخل إنها تقف وتبني مصر من جديد. وبكده هنحارب الفساد الموجود. وأتمنى لو كل واحد عمل حاجة كويسة زي ما احنا عملنا، صدقوني مصر هتبقى قوية بوجودنا وبين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.